السلام عليكم شباب، بنات اولى ثانوي. مع بعض كده مراجعة على المنهج. تمام، مراجعة ليلة الامتحان، نحل نموذج مع بعض، وفي النموذج دوت نلم كل افكار المنهج. اول سؤال عندي بيقول لي اذا كانت مصفوفة مربعة، اللي هي السين، يعني قصاد السين حيث المصفوفة س دي مصفوفة بس لا تساوي المصفوفة الصفرية. بيقول لي فإن ألف تساوي المصفوفة س ناقص س مدور، تكون اللي هو عايز الالف، يعني الالف دي هتكون بيقول لي متماثله، شبه متماثله، صفريه، واحده. بالراحه مع بعض، واحده واحده كده. بيقول لي مصفوفه مربعه، مصفوفه مربعه انا اروح افرضها الف باء ج د، دي اللي هي السين. طيب والسين مدور، قلنا لما بنيجي ندور اي مصفوفه، ده صف نقلبه عمود، الف باء، ده صف اهو نقلبه عمود. تمام. طيب هنا بيقول لي س ناقص س مدور، اروح اطرحهم هم من بعض. الالف اهي هتساوي ألف ناقص ألف بصفر، باء ناقص جيم باء ناقص جيم زي ما هي، جيم هنا ناقص باء، دال ناقص دال بصفر. قطر الرئيس اهو صفار، والعنصر اللي هنا بيساوي سالب العنصر المقابل ليه، تبقى مصفوفة شبه متماثلة. طب مع بعض كده على السريع أنواع المصفوفات. أنواع المصفوفات بيقول لي عندي مصفوفة صف. مصفوفة صف دي تتكون من صف واحد وأي عدد من الأعمدة. مثال اهو، 2 و4 وسالب 1. صف واحد اهو. طب كام عمود؟ 1 2 ادي 3. تمام. تبقى على النظم كام في كام؟ 1 في 3، لأن النظم أو بمعنى النظم أو الرتبة الاتنين بمعنى واحد. تمام. أو النوع برضو، كل دول بمعنى واحد. تمام. بيساوي عدد الصفوف في عدد الأعمدة. تمام. تمام. بعد كده عندي مصفوفة عمود. مصفوفة العمود دي بيقول لي تتكون من عمود واحد وأي عدد من الصفوف. ادي عندي مثال اهو، 2 5 سالب 4. كام صف؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3، 3 صفوف. طب كام عمود؟ عمود واحد اهو. تبقى على النظم 3 في 1. تمام. تمام. بعد كده عندي مصفوفة مربعة. بقول لي المصفوفة المربعة دي مصفوفة يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة. عدد الصفوف مع عدد الأعمدة. مثال مثلا اهو، 2 5 سالب 1 3. دي مصفوفة مربعة ولا لأ؟ نروح نشوف عدد الصفوف وعدد الأعمدة. ادي صفين اهم وادي عمودين. تمام. تبقى على النظم 2 في 2. مربعة ولا مش مربعة؟ مربعة. طب السؤال هنا بيجي لي ازاي على المصفوفة المربعة؟ يقول لي إذا كانت ألف على النظم 5 في كاف، فإن كاف تساوي نقط. 5 في كاف، قلنا عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، يبقى الخمسة بتساوي كاف. تمام. قلنا ده عدد صفوف والكاف دي عدد أعمدة. تمام. كاف ده عدد صفوف وعدد كاف عدد صفوف أعمدة، وقلنا الخمسة دي عدد صفوف، وقلنا دي مصفوفة مربعة. قال لي إن الألف مربعة. تمام. يبقى عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، فإن كاف بتساوي كام؟ 5. تمام. هنا الكاف بتساوي كام؟ 5. تمام. نركز في النقطة دي قوي. تمام. بعد كده بيقول لي عندي مصفوفة صفرية. المصفوفة الصفرية بيقول لي مصفوفة جميع عناصرها أصفار، وقد تكون مربعة أو غير مربعة، وبنرمز لها بالرمز المستطيل الصغير دون. تمام. تمام. مثال اهو، 0 0 0. مصفوفة صفرية. أي مصفوفة جميع عناصرها أصفار
ايه نقول عليها مصفوفة ايه صفرية. تمام. ممكن تكون مربعة وما تكونش مربعة. هنا ايه؟ هنا مش مربعة اهو. هنا مش مربعة على النظم كام في كام؟ 2 في 3 اهو. تمام. على النظم 2 في 3. هل دي مربعة؟ مش مربعة عادي. جيبها مربعة ما تجيبهاش مربعة. أي مصفوفة كل عناصرها أصفار أقول عليها مصفوفة إيه صفرية. تمام. بعد كده عندي المصفوفة القطرية. المصفوفة القطرية بيقول لي مصفوفة قطرها الرئيسي، قطرها الرئيسي إيه؟ أعداد. قطرها الرئيسي أعداد، وباقي المصفوفة أصفار. باقي المصفوفة إيه؟ أصفار. مثال أهو. بس إيه؟ المصفوفة القطرية دي مصفوفة مربعة، شرط ان هي تكون مصفوفة مربعة. تمام. يعني عدد الصفر لازم يساوي عدد الاعمدة. مثال اهو. 2 0 0 -1. القطر الرئيسي اهو. اعداد اهو بيساوي الصفر. تمام. طيب والقطر التاني اهو، او بقية المصفوفة بمعنى صح اصفار. قطر الرئيسي اعداد وبقية الايه ايه المصفوفة اصفار. ادي اهو مثال تاني. 0 0 0 0 وادي صفر. تمام اهو. قطر رئيسي اعداد اهو ما بتساويش صفر. طب وبقيه المصفوفه كلها اصفار، يبقى ايه؟ مصفوفه ايه؟ قطريه. تمام. بعد كده عندي مصفوفه الوحده. مصفوفه الوحده، مصفوفه الوحده بيقول لي هي مصفوفه قطريه عناصر قطرها الرئيسي مساوي للواحد الصحيح. مساوي للايه؟ الواحد الصحيح. تمام. وبنرمز لها بالرمز اي دوت. تمام. تمام. نترجم كده بالراحه. مصفوفه قطريه، مصفوفه قطريه، مصفوفه ايه؟ قطريه. لسه لين حاله لازم أن تكون ايه؟ مربعه. تمام. ادي اول ايه؟ ترجمه. تمام. طيب مصفوفه قطريه قال لي كل الايه، انا مثلا هعملها على النظم 2 في 2. يعني هيبقى فيه هنا عنصر ادي عنصر، وهيبقى فيه هنا عنصر صفر اهو ادي صفر، لان قلنا بقيه المصفوفه اصفار. بس دول العنصرين بتوع القطر الرئيسي، انا مش عارف انا هكتبهم ايه. شوف بيقول لي ايه؟ عناصر قطرها الرئيسي يساوي ايه؟ 1. تمام. يبقى 1 ادي 1. تمام. دي مصفوفة الوحدة نرمز لها بالرمز اي دوت. تمام. تمام. مصفوفة الوحدة دي تسمى بالمحايد الضربي للمصفوفات، علشان لما نيجي ايه بعد شوية ناخد ضرب الايه المصفوفات. طيب المصفوفة الصفرية دي المحايد الجمعي للمصفوفات. تمام. يعني مثلا نقول المصفوفة ألف زائد المصفوفة الصفرية بتساوي ايه؟ بتساوي الألف برضو زي ما هي، لأن الأصفار لما أجمعها على العناصر بتاع المصفوف بتاع الألف هيطلع لي هي الألف، لأن الأصفار مش هتأثر. كذلك هنا الايه؟ مصفوفة الوحدة دي. تمام. بيقول لي دي ايه؟ محايد ضرب للايه بتاع المصفوفات. يعني مثلا يقول لي ألف في ايه في المصفوفة اي. تمام. هيها برضو ايه؟ ألف. تمام. لأن قلنا الاي مش هتأثر في الضرب. تمام. زي ما هو. تمام. نركز بس في النقطتين دول. تمام. نرجع بقى ايه لموضوعنا. تمام. تمام. دي هو انا عندي المصفوفه الايه قلنا دي شبه متماثله، وعرفنا ازاي جت. تمام. بس ايه نسيت اقول لكم على الايه المصفوفه المتماثله. المصفوفه المتماثله عندي مثلا هو بيقول لي ايه في المصفوفه كل عنصر من عناصرها مساوي للعنصر المقابل له بعيدا عن القطر الرئيسي. نترجم كده بقى مع بعض. نترجم مع بعض كده. نترجم. مصفوفة بيقول لي كل عنصر فيها يساوي العنصر المقابل ليه بعيدا عن القطر الرئيسي. يعني القطر الرئيسي هعتبره ايه؟ مش موجودة اهو. انا مش هكتبه خالص اصلا. تمام. اهو هو اللي ايه الشرطة دي اللي هو ايه مكانه الشرطة دي العناصر بتاعته اللي هي الشرطة دي. تمام. تمام. ادي هنا 2 هنا 2 -1 وهنا -1 هنا 5 وهنا 5.
بيقول لي ايه كل عنصر من عناصر ايه المصفوفه مساوي للعنصر المقابل ليه. الاتنين تقابلها الاتنين، السالب واحد تقابلها سالب واحد، الخمسه يقابلها خمسه. اهو الاتنين بتساوي الاتنين، والسالب واحد تساوي السالب واحد، والخمسه تساوي الايه الخمسه. تمام. يبقى دي عندي اسمها ايه مصفوفه متماثله. مصفوفه ايه متماثله. تمام. طب بيقول لي في المصفوفه بقى الشبه متماثله، شرط ان القطر الرئيسي اصفار. القطر الرئيسي لازم يكون، شوف انا بكتب لك باللغه العاميه اهو، يكون اصفار. تمام. وكل عنصر من عناصرها مساوي لسالب العنصر المقابل له. نترجم كده مع بعض، نترجم اهو. بيقول لي ايه القطر الرئيسي صفار، ادي الاصفار اهي. تمام. ده القطر الرئيسي اهو لازم يكون صفار. بيقول لي بقيه ايه العناصر ايه، ادي 2 هنا مثلا، ادي سالب 2 هنا، 5 يبقى هنا سالب 5 هنا، ايه 3 يبقى هنا سالب 3 اهو. اهو شوف القطر الرئيسي ده ايه صفار، كل عنصر يساوي سالب العنصر المقابل ليه. الاثنين بتساوي سالب 2. تمام صح. الخمسة والسالب 5، 3 والسالب 3. تمام. تمام. دي المصفوفه الايه الشبه متماثله، ودي المصفوفه المتماثله. دي كده انواع المصفوفات معايا كده ايه خلصانه. تمام. تمام. طب بقى ايه بالمره لما اجي اجمع مصفوفات، عشان اجمع مصفوفتين تمام لازم يكونوا، انا بكتب لك باللغه العاميه اهو، على نفس النظم. لازم يكونوا على ايه نفس النظم. لازم يكونوا على نفس النظم عشان اقدر اجمعهم. تمام. يعني هنا ايه معايا مصفوفه هنا على النظم 2 في 2، وبيقول لي اجمعها مع المصفوفه الثانيه، لازم أن تكون الثانيه برضه على النظم 2 في 2. هنا معايا 1 و5 ودي 6 وسالب 2، هنا 3 و2 سالب 2 معلش، وايه وسالب 4 و3. عشان اجمع اي مصفوفتين بقى قلنا ايه الشرط هنا ايه فعلا الاثنين على نفس النظم، ده على النظم 2 في 2، دي برضو على النظم 2 في 2. طب بنجمع كل عنصر مع العنصر المناظر ليه في المصفوفة التانية. تبقى 1 و3 4، 5 وسالب 2 3، 6 وسالب 4 2، سالب ايه 2 زائد 3 بكام بواحد. تمام. عرفنا ازاي بنجمع ايه المصفوفتين. طب عشان اساوي مصفوفتين في بعض ايه، عشان اساوي مصفوفتين اتنين مع بعض بيقول لي لازم يكونوا على نفس النظم. ده اول شرط. طب الشرط التاني كل عنصر من عناصر الاولى يساوي العنصر المناظر ليه في الايه في المصفوفة الايه التانية. في المصفوفة التانية يعني انا هو معايا مثلا ايه الف باء، هنا 5 سالب 1 بيساوي سالب 2 و3 وجيم وهنا دال. تمام. قلنا كل ايه هنا ايه الاتنين على نفس النظم. تمام. تمام. هو قال لي ان المصفوفتين دول بيساووا بعض، يبقى الايه كل عنصر بيساوي العنصر المناظر ليه. يبقى الالف بتساوي سالب 2. تمام. والباء بتساوي العنصر المناظر ده اللي هو الايه 3، يبقى الباء هتساوي 3. ايه والجيم هنا هتساوي 5، والدال هتساوي سالب 1. فهمنا الايه الاسئله في الامتحانات بتيجي بالنظام ده كده. تمام. او يجي يقول لك الف زائد باء زائد جيم زائد دال، فانا هضطر برضو ان اجيب الالف والباء والجيم والدال. عرفنا ازاي بيجوا، عرفنا ازاي تساوي مصفوفتين وازاي بنجمع مصفوفتين. تمام. بعد كده عندي ايه المصفوفات عشان نخلصها. تمام. ضرب المصفوفات. ضرب المصفوفات. ضرب المصفوفات. تمام. بيقول لي عشان اضرب مصفوفتين، عندي مثلا مصفوفه الف عايز اضربها في المصفوفه باء. تمام. عشان اضربهم الاتنين في بعض، الف بيبقى ليها نظم على النظم مثلا ايه س في صاد، والتاني على النظم م في لام. عشان اضربهم لازما الايه الصاد ده تساوي اللام الميم ده، لازما الصاد تساوي الميم، مش الاتنين دول اللي جوه. يعني ايه بمعنى اصح عدد الاعمده في المصفوفه الاولى تساوي عدد الصفوف في المصفوفة التانية. تمام. عدد الصفوف في الايه المصفوفة الايه التانية. تمام. تمام. نتعلم بقى ازاي بنضرب ايه مصفوفتين في بعض. تمام. بيقول لي عندي ايه المصفوفة الف بتساوي 2 سالب 1 و5 وادي 6، في المصفوفة باء هي تساوي 3
صفر واتنين وسالب واحد. بيقول لي اوجد الف في باء. الف في ايه؟ في باء. الف في باء. تمام، هروح اكتب له ادي الالف اهو، 2 سالب 1 5 دي 6 في اهو الباء فين؟ ننزلها زي ما هي 3 0 2 سالب 1. عشان اجي اضرب مصفوفتين في بعض صف في عمود، هنروح ناخد الاتنين والسالب 1 الاتنين اهو والسالب 1 يساوي الاتنين في التلاتة وبعد كده الاتنين في السالب 1 وبعد كده الاتنين في الصفر وبعد كده الايه السالب 1 في السالب 1. كده ضربنا الايه الاتنين والسالب 1 في المصفوفة التانية كلها. طب نفهم مع بعض ازاي واحدة واحدة ونجرب كده ونفهم بنحل ازاي وبنكتب ازاي. الاتنين في التلاتة بستة زائد سالب 1 في 2 بسالب 2. تمام كده خلصت الايه ضربنا الصف الاول في الايه العمود الاول هنا. عايز اضرب الصف الاول برضو هنا في العمود التاني في المصفوفة التانية. يبقى 2 في صفر بصفر زائد سالب 1 في سالب 1 بواحد. تمام. بعد كده عايز اضرب الخمسة وادي الست، عايز اضربهم هنا. انا خلصت الاتنين والسالب 1. ناخد بقى الخمسة والستة عشان نضربهم. 5 في 3 15 زائد الاتنين في 6 ب12. هنا الناحية التانية 5 في صفر بصفر زائد 6 في سالب 1 بسالب 6. نروح نحسبها عندي اهو يطلع 4 1 27 سالب 6. تمام. عرفنا ازاي بنضرب مصفوفتين في بعض؟ عرفنا ازاي؟ تمام. طيب بيقول لي بقى ايه لو كانت الف على النظم 2 في 3. تمام. بيقول لي ايه وباء على النظم 3 في 2، فإن ألف في باء على النظم كام في كام؟ كام في كام؟ تمام. احنا هنا ايه قلنا علشان اضرب الالف في الباء اصلا لازم العدين اللي جوه اللي جوه هنا يكونوا زي بعض. اللي جوه هم بيساووا بعض اهم. تمام. تمام. اللي جوه بيساووا زي بعض بنلغيه. يبقى اللي بره واللي بره من هنا، اللي بره من هنا واللي بره من هنا. يبقى عدد الصفوف من الاولى في عدد الاعمده من الثانيه. المصفوفه اللي ناتجه من حاصل ضرب مصفوفتين بتكون على النظم نظم عدد الصفوف بتاع المصفوفه اللي هي بتاع الناتجه من ضرب المصفوفتين. بناخد عدد صفوفها من عدد مصفوف عدد صفوف المصفوفه الاولى، وعدد اعمدتها بناخدها من عدد اعمده المصفوفه الثانيه. تمام. تمام. يعني مثلا لو بيقول لك الف على النظم 2 في في لا. تمام. وبيقول لي باء على النظم 3 في 1. باء على النظم 3 في 1 اهو. تمام. والف باء او مثلا خليها س 3 في باء على النظم 3 في س. وقال لي ان الف باء تمام على النظم على النظم 2 في 3. فأوجد لام وس. تمام. وأوجد لام ناقص س كمان، وعايز لام زائد س. تمام. بالراحة بس واحدة واحدة كده عشان أجيب أصلا ده كله لازم أجيب اللام والسين الأول. قال لي إن الألف والباء هو طلع لهم نظم، إذا يعني انضربوا. عشان ينضربوا قال لي العددين اللي جوه لازم أن يكونوا بيساووا بعض. الأعمدة من المصفوفة الأولى يساوي الصفوف من الثانية. الأعمدة من الأولى كام؟ 3 وصوف من الثانية كام؟ هنا لام في الصفوف من الثانية كام؟ 3. يبقى اللام هتساوي 3. أنا كده جبت اللام أهو. طيب بيقول هنا مديني إن الألف صفوفها كام؟ 2 والباء صفوفها س. تمام. لكن اداني إن الألف باء على النظم 2 في 3. يبقى الاتنين دي قلنا تبقى بتاع الألف. طب والتلاتة تبقى بتاع الكام؟ السين. يبقى السين هتساوي كام؟ 3. تمام. نروح بقى نجيب له اللي هو عايزه بقى. لام زائد س 3 ناقص 3 يساوي 0. لام زائد س 3 زائد 3 يساوي 6. تمام. نركز بس كده مع بعض كده. بعد كده عندي حاجة اسمها المحددات. احنا كده هنخلص الجبر كله مرة واحدة ونرجع نحل بقية النموذج مع بعض. تمام. ادي عندي المحددات. تمام يا جماعة. انا هخلص شرح المنهج كله حالا. تمام. وبعد كده هرجع ان شاء الله بكرة انزل لكم
حلل ايه نموذج ايه كامل ايه وشامل ان شاء الله. تمام. والناس كلها ايه تتفضل تسمعه. اللي عنده بقى امتحان بكره معلش يعذرني بقى، لان مش هعرف ايه انزل نموذج دلوقتي نظرا لان الوقت اتاخر، وكمان على ما اصور وكده. تمام. انا دلوقتي ايه بشرح لكم المنهج تاني من الاول خالص، وهشرح لكم المنهج كله في الفيديو ده، فالكل بقى يركز معايا ويصحصح كده ويفوق. تمام. لو تعبت اغسل وشك وايه واقفل الفيديو وبعد كده ارجع كمل نكمل مع بعض. عندي حاجه اسمها الايه المحددات. المحددات محددات بيقول لي المحدد بيكون ايه المحدد حاجه ايه محدد حاجه ايه للمصفوف. دي العلامه بتاعته اهو. تمام. وبيكون له نوعين، رتبه تانية وده سهل وبسيط التعامل معاه، وفي عندي محدد الرتبه الثالثه وده محدد رخم